نكمل اليوم بمسألة عن مسألة نبات الدرة. أول شي هذا عنوس الدرة، شايفينه؟ هلا هذا أنا ميبسته مشان أزرعه، فكل ما يبس أكتر بينشف أكتر من هيك بتحطوه. مثلا أنا زرعت هدول طلعوا هيك، بتكون يابسة بتزرعوها ولا بتطلع. المهم هلا هذا مشان كل ما فتحتوا الفيديو وتذكرتوا عن عنوس الدرة مشان تحطوا لي لايك وتذكروني أنا وياه. فهي مسألة الدرة نكشة. حتى لو تذكرت الكوسايات قبل ما تطبخن امي كنت حطيت لكم كوسه هذيك الفيديو. تم التهجين بين سلالتين من نبات الدرة. تنتين درة تهجنوا، الاولى على نيصه بيضة والثانيه على نيصه بيضة. هي اول شغله، اول نكشه، الاولى بيضة والثانيه بيضة. هي مو مهم نكتبون الاولى بيضة بيضة ضرب بيضاء. طيب بنكتب هذول اللي تحتها هيك، نكتبهم تحتها ايه كبيرة ايه كبيرة ايه كبيرة بصغيرة بصغيرة، تنتين صغار تنتين كبار. طيب يعني 1:1 ايه كبيرة بصغيرة، 1:1 ايه صغيرة بكبيرة. ضرب، نضربهم مع بعض 1:1، نرتبهم ايه كبيرة ايه صغيرة بكبيرة بصغيرة، حيطلع الناتج كله ارجواني. طب هون ارجواني، هدول كنوا حافظينهم انتو. هلا بدنا نعكسهم، بدنا نعكس هي مشان تحطوا لي لايك، لا تنسوا اللايك. بدنا نعكس اخر سطرين ارجواني ضرب ارجواني. ايه كبيرة ايه صغيرة بكبيرة بصغيرة ضرب كبيرة صغيرة كبيرة صغيرة. هلا مثل ما قلت لكم ضل حطوها 1/4 1/4. هي بهي ايه كبيرة بكبيرة زائد 1/4. هي بهي ايه كبيرة بصغيرة زائد 1/4. هي بهي ايه صغيرة بكبيرة زائد 1/4. هي بهي ايه صغيرة بصغيرة. ضرب نفسها، انتو اكتبوها. هلا مشان نعمل جدول انا ما رسمته كمان قلت مروتي. اول وحدة اتفقنا نمط وراثي F2، بعدين نمط ظاهري F2 جيل تاني هذا لانه بعدين نسبة ظاهرية بالنص F2، واخر وحدة نسبة وراثية. المهم هلا منتو شفتوا هدول اللي قلت عليهم، هدول طلعوا بتحطوهم ترتبوهم هون. يعني بنرتبهم ايه كبيرة بي كبيرة ايه كبيرة بي صغيرة ايه صغيرة بي كبيرة صغيرة صغيرة. من بعد شوي عباد حكينا الكبار نحط قدام منهم شخطات والصغار بنكررهم. هلا شو النكشة اللي ممكن تجي بهي المسألة؟ انه اول شغلة اتفقنا هدول 9 3 3 1. هلا مو طلع معي ايه كبيرة بي كبيرة. ذو قاعدة بمسألة الدرة ها شايفينه هذا، تذكروها كثير منيح، تذكروه عشان اول ما اجاكم الامتحان تذكروني انا وياه. اول ما تجيكم مسألة درة، اذا كان في عندي حرف كبير وحرف كبير اجوا اثنين سوا راح يطلع معي ارجواني. حيطلع معي شو؟ ارجواني. والدليل على كلامي انه هون طلعت حرف كبير وحرف كبير ارجواني. اول ما تشوفوا بنبات الدرة حرف كبير وحرف كبير حيطلع ارجواني، والباقي كله ابيض ابيض ابيض. ليش البقيانين بيض؟ قلت اذا طلعوا اثنين كبار حيطلع ارجواني، اذا غاب واحد منهم يعني مثلا هون شفتوا كانت بي كبيره صارت صغيره صارت بيضه، هون البي كبيره اجت وعندي وحده صغيره، فوين ما شفتوا حروف صغيره حيطلع الجواب ابيض، وين ما شفتوا حروف كبيره حيطلع ارجواني. بس بالدرة اوعى تخربطوا. يعني هون بالكوسه مساله الكوسه شو كانت دبليو راجح عن الواي، فطلعوا هدول انت عندي تنتين دبليو طلعوا تنتين بيض، فحطينا هون 12. فهي النسبة وهي النسبة ما بيتوافقوا. عرفتوا النسبة الظاهرية ما بتتوافق مع النسبة الوراثية. هون يعني هي نكشات كلها نكشات، بنكيش الأسئلة عم تتنكش. هاي الدرة شايفينها، هي حكي لكم اياها هون. بس تشوفوا حرفين كبار حطوا ارجواني، راح واحد منهم حطوا كلهم بيض. طيب الارجواني شو اول وحدة؟ 9. طيب ابيض 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 كنا عم نقول 3 زائد 3 زائد 1 7، فانا بحط هيك 7 كبيره هون بالنص.
فالنسب شبهها لا تتوافق. السؤال ليش سبب ظهور اللون الأرجواني؟ بنقول لأنه اجتماع القليل الراجح A كبيرة مع القليل الراجح B كبيرة، شو حيعطيني؟ أرجواني. وإذا أحدهما غاب، يعني إذا واحد منهم الاثنين الكبار راح، حيعطيني شو؟ لون أبيض، حيعطي اللون الأبيض. هي المسألة، هي النكشة، إنه هون حيطلع أنا عندي النسبة 7، هنيك 12 وهون 7، هدول هي النكشتين كوسة ودرة. أنا أمي طبختوا الكوسايات، يعني كنت تذكرت حط لكم كوسة. يلا مهم هون 7 وهنيك 12، ما تخربطوا بيناتهم. وهي المسألة. طبعا لا تنسوا تحطوا لنا اشتراك اللي ما اشترك، تدعمونا بلايك، ولا تنسوا هي الكوسة زرعوها. الكوسة هي درع عفوا يا الله مخي مسكر. ما تنسوا تحطوا لنا لايك واشتراك وهالشي. اهم شيء اذا بدكم يانا نكمل بدنا مشاهدات عالية، لانه بحث الوراثة قرب يخلص، يعني شفتوا مو بقيان كتير، ومشان نبدا ببحث العصبية تمام، فبدنا مشاهدات عالية عشان نكملكم بحث العصبية. يلا موفقين.